تعالوا بقى يا حلوين نعمل الفول السريع مع بعض. وزي ما انتوا شايفين هنعمله في الحلة عشان مش كل الناس عندها دماسة، وهنعمله في أقل وقت وهيبقى دايب وزي الزبدة زي ما انتوا هتشوفوا اهو. ولا هننقعه ليلة كاملة ولا هنسيبه بالخمس ست ساعات على النار. والطريقة دي جايباها من بتاع الفول نفسه، وكمان جايبة منه طريقة التحويجة بتاعت عربيات الفول. يلا اعملوا لايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، عشان اللي جاي احلى بكتير. وتعالوا نشوف هنعمل الفول السريع ازاي. ده نص كيلو فول بلدي من عند العطار، وبنحط اول سر معانا معلقه كربوناته او كربونات الصوديوم، ونغطيه بالميه المغليه. الكربونات مع الميه المغليه بتخلي الفول حجمه يتضاعف ويطرى معاكي كانك سايباه ليله كامله. اهو الميه بردت عليه، بتسيبيه لحد ما الميه بس تبرد عليه. شايفين الفول حجمه اتضاعف ازاي؟ بس كده. وبنجيب بقى حله، والافضل تكون حله الومنيوم، وبتحط فيها الفول بعد ما تغسليه من الميه اللي كانت منقوعه فيه. غسلناه كويس. ودول بقى المعلقتين السر التاني معانا: معلقه سكر كبيره ومعلقه كربوناتو او كربونات الصوديوم، ودول بيسرعوا عمليه السوى. ونص كوبايه فول مدشوش، ونص كوبايه عدس، ونص كوبايه رز، كل ده مغسول كويس. وبعدين جزرايه كبيره مبشوره ناعم، دي اختياري ممكن تستغني عنها، بس كل الحكايه انها بتعلي القيمه الغذائيه. وعصير ليمونه كبيره، ده طبعا بيساعد على انه ما يسودش معاكي ابدا. وبنغطي، بنحط تلتين ميه مغليه، التلت فول وتلتين ميه مغليه زي ما انتوا شايفين، عشان برضو يغلي بسرعه. واول ما يغلي كده على نار عاليه بحطه على اصغر عين واوطي خالص، بخليه شمعه وبغطي عليه وبسيبه مع نفسه. واول كده بعد ساعه الميه نشفت عليه. كل ما الميه تنشف بتزودي ميه مغليه اهو. كده بعد ساعه زودته ميه، وهو كان خلاص داخل على السوا كده بقى. ساعتين وممكن كمان ما كملش الساعتين، هتشوفوا استوى ازاي. ما كملش. شايفين طبعا سخن قوي. هوريهولكم اكتر اهو على المعلقه. وكمان زي ما انتوا شايفين لونه اهو زي بره بالظبط. انا لا حطيت كركم ولا بابريكا، لان التوابل لما بتغلي كتير ممكن تخليه يسود. التوابل الاحسن ان هي ما تغليش كتير. ولا حطيت نشا ولا حطيت اي حاجه. هناخد شويه اهو، شايفين تقله، غير ان القيمه الغذائيه بتاعته كبيره. حطينا العدس والرز والجزر وكل ده بيعلي القيمه الغذائيه. اخدت شويه في الطبق، ظبطت الملح، حطيت شويه ملح، ظبطت الملح. وبعدين التحويجه اللي انا نزلتها معاكم الفيديو اللي فات بتخلي الفول في مكان تاني وطعمه تحفة جدا زي عربيات الفول بالظبط. وحطيت شوية طحينة على الوش وعملتهم بالخلة كده عشان يبقى الشكل يفتح النفس، وشوية بابريكا، وشوية معلقة زيت زيتون كده على الوش، بتخلي الطعم تحفة اهو زي ما انتوا شايفين. وطبعا باقي الحله هعبيها بقى في علب او في اكياس زي ما تحبي تفرزيها. شوفوا النص كيلو عمل لي حله قد ايه. ده سندوتش الفول بس بقى ب 8 جنيه. يا رب يكون عجبكم وتجربوه، وكل سنه وانتم طيبين.